بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل محمد. الكلام في الفلسفة، ووصلنا إلى الوجود والماهية. يعني قلنا أنه سابقا أنه معرفة العلوم، وهذه قاعدة، بمعرفة مصطلحاتها، وكل علم له اصطلاحاته أو مصطلحاته الخاصة به. فلكي نعرف هذا العلم لابد من معرفة مصطلحاته الخاصة به. فمن جملة مصطلحات الفلسفة الوجود والماهية. فأولا، ما المراد بالوجود وما المراد بالماهية؟ فهذا البحث معقود لمعرفة الوجود والماهية. قال الوجود والماهية، يعني المراد بالوجود والمراد بالماهية. الوجود بالماهية، المراد بالماهية يعني تقال الماهية في جواب ما هو. ماهية يعني ما هو. قال بداية مفهوم الوجود. المفهوم هو الشيء الموجود في المفهوم هو الشيء الموجود في الذهن، أو المفهوم يعني المراد، وهكذا. فبداية مفهوم الوجود، تقدم في الدرس الثاني أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. الموجود يعني الموجود العام، الموجود المطلق، الموجودات المطلقة، يعني لا تخص بموجود دون موجود. يعني عندنا في علم الأصول، علم الأصول يعد علما آليا لغيره. فعلم الأصول يعطي قواعد كلية يعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. فقواعد الأصول تنقح وتدرس وتدقق وتحقق في علم الأصول، وينتهي منها في علم الأصول، فيأخذها الفقيه القواعد الكلية إلى الفقه ويعمل عليها. يعني يعمل بتلك مثلا الظاهر حجة. الظاهر حجة قاعدة أصولية، أو الظواهر حجة، هذه قاعدة أصولية نقحت وتحققنا منها ودرست في علم الأصول، وأخذها الفقيه جاهز، طبق عليها كل ظاهر قرآني حجة. هكذا الأمر ظاهر في الوجوب، هذه أيضا قاعدة أصولية. في الفلسفة أيضا تعطيك قواعد كلية، يعني لا تختص مثلا لا تختص بالإنسان أو الحيوان أو الجماد أو النبات، لا، وإنما هي تعطي قواعد كلية. قال تقدم في الدرس الثاني أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. الموجود بما هو موجود يعني الموجود العام المطلق. والموجود يعني كل شيء موجود، إنسان، جماد، حيوان، نبات. الله عز وجل وهو خالق الوجود. والموجود هو الشيء الذي ثبت له، يعني لهذا الشيء الوجود. فالموجود مثلا هذا الكتاب موجود. فالموجود هو شيء من الأشياء، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. فالموجود هو شيء ثبت له الوجود. قال والموجود هو الشيء الذي ثبت له الوجود، سواء كان ذلك الشيء نفس الوجود يعني نفس الوجود نسميه موجود. نفس الوجود هو نفسه نسميه وجود. وهو مثلا نفس الوجود هو نفس وجود الله تعالى، هو الواجب. هكذا قال سواء كان ذلك الشيء نفس الوجود، يعني الواجب وهو الله عز وجل، والموجودات هي الممكنات. سواء كان ذلك نفس الوجود وهو الواجب بالذات، يعني نفس الوجود يعني الواجب بالذات، أو شيئا آخر، يعني شيء آخر أي موجود بالوجود. فعندنا وجود وعندنا موجود بالوجود.
فالوجود كان موجود، ثم بعد ذلك أوجدنا الكتاب في الوجود. فأول الموجودات وهو الله عز وجل خلق الوجود ثم الموجودات. قال نفس الوجود أو شيئا آخر يعني موجود بالوجود، أو شيئا آخر يعني موجود بالوجود، متصفا به يعني بالوجود. كل ما عدا الله عز وجل كلها ممكنات. كل ما عدا الله عز وجل وهو واجب الوجود أو واجب الوجود، كل ما عدا الله عز وجل كلها ممكنات. السماوات، الأرضين، الإنسان، الحيوان، الجماد، النبات، كلها ممكنات. فقال متصفا به هذه الأشياء، الكتاب، القلم، الموبايل، كلها موجودات متصفة بالوجود. هكذا يعني شنو؟ يعني بعد ما أوجد الله عز وجل الوجود، هذه اتصفت بعد ذلك بكونها موجودات. هكذا. فقال أما متصفا به، أما الوجود فمفهومه يعني الوجود بديهي يعني الواضح البين الذي لا يحتاج إلى تأمل وإلى تفكر. الوجود هذا الوجود بما هو موجود. أما الوجود فمفهومه، مفهوم الوجود بديهي، أي مستغنى عن التعريف. وما قد يقال في تعريف الوجود أنه الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه. شوف هذا الوجود، فهي تعريف لفظية يعني من باب تقريب المعنى إلى الذهن، تستخدم للتنبيه والإشارة إلى ما هو في الذهن من المفهوم البديهي يعني الواضح. قال والإشارة إلى ما في الذهن من المفهوم البديهي، وليست بتعاريف حقيقية، لأنه قلنا أنه تعريف الحقيقية لا يعلمها إلا الله عز وجل، إذ ليست بأعرف من الوجود، بل لا شيء أجلى يعني أوضح من الوجود. هذا الطبيعي البديهي الواضح. هذا قال الكلام في الوجود والماهية. هذا الوجود فيحتاج إلى الوجود هو الواضح البديهي. أما قال معنى الماهية، معنى الماهية يعني ما هو. معنى الماهية يعني ما هو. سؤال ما هو يسمى ماهية. ماهية الشيء، ماهية هذا، ما هي ماهيته يعني ما هو. ما هو الكتاب، ما هي ماهية الكتاب يعني ما هو الكتاب حقيقته. قال وأما الماهية فقد قيل في تعريفها بأنها الواقع في جواب ما هي أو ما هو. ما هي إذا كانت مؤنث أو مذكر. فإذا قلت ما هو زيد وجاءك الجواب بأنه إنسان، أو قلت ما هو الإنسان وجاءك الجواب بأنه حيوان ناطق. هنا في الهامش حينما قلنا تعريف لفظية أنه ثابت العين الذي يمكن أن يخبر عنه، فهي تعريف لفظية. في الهامش قال التعريف اللفظي ليس تعريف حقيقيا، لأن المعنى الدال عليه اللفظ واضح، ولم يؤدي اللفظ المعرف من دور سوى الإيضاح للفظ آخر استعمل في ذلك المعنى. كما لو قيل الغضنفر ما هو، فيقال أسد، فمعنى الأسد لا يحتاج السامع إلى تعريفه، بل يحتاج إلى معرفة لفظ الغضنفر
الذي دل على معنى الأسد، فالتعريف اللفظي تبديل لفظ باللفظ، فلذلك سمي لفظ يعني إبدال لفظ بلفظ. ما الإنسان تقول بشر، ما القطة تقول هرة، ما الأسد تقول غضنفر، هذا تعريف لفظي يعني إبدال لفظ بلفظ. قال أو جاءك الجواب بأنه حيوان ناطق، هذه ماهية. كان الجواب على هذا السؤال بذاته ماهية الإنسان، ماهية يعني حقيقة. وبعبارة أخرى أن الماهية بيان يعني توضيح حقيقة، بيان لحقيقة الشيء وذاته التي تميزه عما سواه. فعندما تقول الإنسان حيوان ناطق، قال وأنت حين تواجه موجودا، إنسان، كتاب، حيوان، جماد، موجودا ما كجبل أبي قبيس، فتقول جبل أبي قبيس موجود، عندنا موضوع وعندنا محمول، فقد أشرت بالموضوع جبل أبي قبيس إلى ماهية الشيء الذي واجهته، كما أنك أشرت بالمحمول يعني موجود إلى وجوده، وهكذا بقية الأشياء التي تواجهنا، فإن لها ماهية يعني حقيقة موضوع، كما أن لها وجودا يعني محمول. فيقصد بالماهية فيقول الوجود والماهية، فيراد بالماهية يعني الموضوع، الماهية يعني الموضوع، والوجود يعني المحمول. فعندما الوجود يعني المحمول، والماهية يعني الموضوع. فعندما قلت جبل أبي قبيس موجود، فهنا عندك موضوع وعندك محمول. فقال وهكذا بقية الأشياء التي تواجهنا فإن لها ماهية، ماهية يعني موضوع، كما أن لها وجود يعني محمول. علي إنسان، علي موضوع، إنسان محمول، علي إنسان. فهنا علي ماهية يعني ما هو، إنسان يعني محمول، فعندنا موضوع وعندنا محمول هكذا. القلم كبير، القلم موضوع، كبير محمول. في الفلسفة، في المنطق تقول القلم ماهية، كبير محمول، هكذا. القلم ماهية، ماهية يعني موضوع، وكبير يعني محمول يعني موجود يعني وجود، هكذا. فعندنا ماهية ووجود، وعندنا في النحو مبتدأ وخبر، وعندنا في البلاغة مسند ومسند إليه، وعندنا في المنطق موضوع ومحمول. هذه لحاظات، هذه الألفاظ بحسب اللحاظات هكذا. فعندما تقول القلم البيت واسع، البيت موضوع، موضوع يعني إيش؟ يعني ماهية. فالموضوع في الفلسفة يراد بالماهية، وواسع، واسع محمول، وفي الفلسفة يراد منها الوجود يعني وجودا، يعني ماهية أثبتنا لها الوجود. البيت واسع، البيت ماهية أثبتنا لها مثلا الوجود، لأنه البيت موضوع ومبتدأ ومسند إليه وماهية. في الفلسفة ماهية، كبير أو واسع هو موجود. قال فإن لها ماهية يعني موضوع. لما قلت جبل أبي قبيس موجود، فإن لها ماهية كما أن لها وجودا، وجودا يعني محمول. ثم يأتي إلى عنوان آخر، فحينما تقول مثلا الموبايل موجود،
مبايل يعني ماهية، موجود يعني محمول. بدل الماهية تقول بدل المبايل موجودون، الكتاب موجودون. الكتاب موضوع، يعني ايش في الفلسفة؟ يعني ماهية، موجود يعني محمول. قال أصالة الوجود واعتبارية الماهية. اعتبارية الماهية يعني ايش؟ هذه مصطلحات. وبما تقدم يظهر أن الماهية، يعني يتضح، يظهر أن الماهية تختلف عن الوجود مفهوما. شوف، هذا قلم ماهية، له وجود خارجي له ذهني، الآن له وجود خارجي. قال وبما تقدم يظهر أن الماهية اللي هي الموضوع، اللي هي القلم، يظهر أن الماهية تختلف عن الوجود المحمول مفهوما، يعني في المصداق الخارجي، أي أن ما يفهم من معنى الوجود غير ما يفهم من معنى الماهية. الماهية شيء ثبت لها الوجود، فكل منهما الماهية والوجود. الماهية والوجود، القلم كبير، القلم ماهية، وكبير محمول، فكل منهما يعني الماهية والوجود يختلف عن الآخر في الذهن. وأما في الخارج، شنو يعني الماهية والوجود في الذهن؟ يعني في الذهن الماهية شيء والوجود شيء. يعني عندما تقول السيف والصارم، السيف والصارم في الذهن، في الذهن شيئان، يعني السيف والحاد أو الصارم، لكن في الخارج هو السيف نفسه صارم. فالماهية والوجود شيئان في الذهن، الماهية هذا وهذا الوجود، لكن في الخارج الماهية شيء ثبت لها الوجود. وأما في الخارج أي خارج حدود الذهن، شوف مثل السيف والصارم كما قلنا، فلا يوجد اختلاف. لماذا؟ قال فهما متحدان في شيء واحد مثل السيف والصارم، لكن في الذهن السيف على جهة والصارم على جهة هكذا، لكن في الخارج السيف هو الصارم. فنستطيع أن نشير إلى زيد الخارجي بالقول هذا إنسان موجود، لكن هذا إنسان موجود يعني زيد في الذهن والوجود شيء آخر، لكن في الخارج ماهية حقيقة أثبتنا لها الوجود أو ثبت لها الوجود هكذا، أو ثبت لها العارض. سنقول القلم، البيت واسع، البيت واسع في الذهن، في الذهن بيت له معنى وواسع له معنى، في الخارج ذات ثبتت لها مثلا الواسعية هكذا. قال فنستطيع أن نشير، قال وأما في الخارج أي خارج حدود الذهن فلا يوجد اختلاف، فهما متحدان في شيء خارجي واحد. فنستطيع أن نشير إلى زيد الخارجي بالقول هذا إنسان موجود، لكن في الذهن يختلف الإنسان عن الوجود. ولنا أن نسأل عن الشيء المتحقق في الخارج والذي سميناه زيدا، هل هو مصداق لمفهوم الوجود؟ شوف، الوجود أعم من زيد، أعم من الإنسان والحيوان والجماد والنبات. يعني هذا موجود وهذا موجود وأنا موجود والكتاب موجود والسيارة موجود والفاكهة موجودة، كلها موجودات، والله تعالى هو خالق الوجود وهو الموجود الأول، فهذه كلها موجودات. لكن
متفاوتة في الرتب، يعني متفاوتة في الرتب يعني وجود أوضح من وجود. قال: ولنا أن نسأل عن الشيء المتحقق في الخارج، القلم، والذي سميناه زيد، هل هو مصداق لمفهوم الوجود؟ لأن مفهوم الوجود أعم، أو أنه مصداق لمفهوم الماهية. وبعبارة أخرى، هل أن الوجود أصيل في الخارج أم الماهية؟ يا الأصل الوجود لو الماهية، يعني أولا جاء الوجود ثم الماهية. الماهية يعني ما هو؟ يعني القلم، يعني الموضوع. قال: وبعبارة أخرى أن الوجود أصيل في الخارج أم الماهية، يعني يا الأصل. فلو كان لكل منهما، يعني الماهية والوجود، مصداق لكان في الخارج مصداقان اثنان لا مصداق واحد. طبعا الوجود الذهني يختلف عن الوجود الخارجي، فعندما نقول هذا ماهية وجود، أو مثلا نقول السيف صارم، سيف حاد، سيف قاطع، في الذهن، يعني في الذهن سيف والقاطع شيء آخر، لكن في الخارج شيء واحد، يعني ذات اتصفت بشيء بصفة. قال: لا مصداق واحد. وبما أن الواقع الخارجي لا يوجد فيه إلا مصداق واحد، فلا بد أن يكون هذا المصداق لأحدهما دون الآخر وإن انطبقا عليه، إلا أن أحدهما واقعي أصيل والآخر اعتباري. شوف، أي أن المصداق، يعني الماهية، المصداق الخارجي للماهية مثل القلم المتمثل بزيد، شخص اسمه زيد، يعني يكون لأحدهما بالذات ومصداقا للآخر بالعرض، ذات ثبت لها الوجود. في الخارج شيء واحد أم شيئا؟ شيء واحد. في الذهن شيئان. والجواب هو أنه مصداق للوجود دون الماهية، وإليك مثال يوضح المراد. قال: لو كان عندك ورقة بيضاء وشرعت بتلوين مساحة منها بلون أخضر، فإن حاصل هذا التلوين سوف يكون شكلا معينا، يعني مربع، دائرة، ولنفرضه شكلا مربعا، فإنك وبعد النظر إلى ذلك سينعكس في ذهنك مفهومان. شوف، أحدهما اللون الأخضر، والآخر عبارة عن الشكل الموجود، والآخر عبارة عن الشكل المربع الذي يعد حدا للون الأخضر. فمفهوم اللون الأخضر له مصداق خارجي وهو اللون الذي ارتسم على اللوحة، وأما مفهوم الشكل المربع فليس له مصداق حقيقي في الخارج. نعم، اللون الأخضر حيث ينتهي عند حدود خاصة فلا بد وأن يكون له شكل معين، وقد اتخذ هنا شكلا مربع، وهو ليس إلا حدا فاصلا يفصل وجود اللون الأخضر عن وجود اللون الأبيض للوحة. وأما الشكل المربع فلا عينية له في الخارج، بمعنى أنه لا يوجد في الخارج إلا اللون الأخضر، لأن الحد نهاية الشيء التي تميزه عن غيره، نهاية الشيء لا تمثل شيئا. وأما الشكل المربع في المثال فلا مصداق له يمثله، بل أن الذهن قد انتزعه. هذه أمور انتزاعية، انتزعه من الوجود الخارجي للون الأخضر. وهكذا يتضح حال الوجود والماهية، يعني فإن الواقع الخارجي للأشياء ليس سوى مصاديق لمفهوم الوجود، إلا أن ذهن الإنسان يرسم يعني ينتزع،
لهذا الوجود حدا تعريفا يعني يميزه عن غيره من المصادق العينية الخارجية التي تشترك معه في الوجود. فالإنسان مثلا من أجل تشخيصه ومعرفته، من أجل تشخيصه عن غيره من المصادق الخارجية، لأنه إنسان علي ومحمد وسجاد ومهدي كلها يصدق عليها أفراد للإنسان مصادق يعني، ولكن من أجل تمييز زيد عن غيره من المصادق الخارجية التي تشترك معه في الحيوانية يوضع له مائز يميزه هذا الإنسان، وذلك المائز كونه ناطقا، فيقال بأنه حيوان يعني ذات ثبتت لها الحياة. ناطق يعني قادر على إدراك الكليات. ناطق، حيوان ناطق، أي أن هذا الإنسان يمتاز عن غيره من الحيوانات بأن حيوانات يعني مثل الحصان والأسد من الحيوانات بأن له قدرة على التفكير وإدراك الكليات. حصيلة ما تقدم يعني الخلاصة فيما تقدم هي أن العينية يعني العين، الخارجية يعني الذات، ليس فيها سوى الوجود، لا سهم يعني لا حصة، لا سهم للماهية فيها سوى أنها تنطبق عليها وتنسب إليها اعتبارا يعني احنا اعتبرناه، وهو ما يعبر عنه بأصالة الوجود يعني الحقيقة. أصالة الوجود يعني الحقيقة يعني الواقعية. أصالة الوجود واعتبارات الماهية، اعتبارات يعني شيء ما موجود أنت تعتبره. وإلى ما تقدم أشار المرحوم الملا هادي السبزواري بالهامش قال الملا هادي السبزواري ولد 1212 وتوفي 1289 هجرية، وهو الشيخ هادي ابن المهدي السبزواري، حكيم وفيلسوف عارف وفقيه ورع، شاعر بالعربية والفارسية، له كتب كثيرة عدها البعض 29 كتاب، منها كتابه المعروف المنظومة الذي تناول فيه بيان الفلسفة أدلتها وردودها بأسلوب شعري بارع وجميل. فقال في منظومته، منظومة ملا هادي الفلسفية: إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل. وعلى خلاف هذا الرأي ملا هادي، وعلى خلاف هذا الرأي يعني أصالة الوجود، ذهب آخرون إلى أصالة الماهية، حيث قالوا الماهية هي أصيلة واعتبارية الوجود، فقالوا الوجود اعتباري والماهية أصيلة، وكان سابقا الماهية اعتبارية والوجود أصيل. وأنشد لهم أن الأصيل عندنا ماهية دليل من خالفنا واهية. ولا نجد لزاما بعد توضيح الفرق بين الماهية يعني تصورات، والوجودات. الوجودات يعني الحيزات، الحقائق، لذكر الأدلة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. أصالة الوجود يعني هذا الكتاب أصيل له. اعتبار الماهية يعني نحن اعتبرناها، ليس لها أصالة. وقد ذهب البعض إلى بداهة المسألة وعدم الحاجة إلى إقامة البرهان فيها. في الهامش من أجل مزيد توضيح راجع الكتب المفصلة كالبداية والنهاية للعلامة الطباطبائي، حيث استعرض فيهما آراء الفريقين وأدلتهما وردودهما. وإذا اتضح ما تقدم يظهر بالجلاء يعني وضوح أن الذي له تحقق خارج حدود الذهن يعني خارج الذهن ليس إلا الوجود. هذا في الذهن له وجود، في الذهن صورة، في الذهن مفهوم. هذا وجود الخارجي يعني شنو؟ يعني متحقق في الخارج، هذا له صورة ذهنية، حقيقته في الخارج. إذن الوجود خارجي. قال ليس إلا الوجود
تحقق، وإذا اتضح ما تقدم يظهر بجلاء أن الذي له تحقق خارج حدود الذهن ليس إلا الوجود، وأما الماهية فلا تحقق خارجي لها في ذلك. إذن الماهية يعني في الذهن، يعني ماهية تتصور. وبعبارة أخرى إن منشأ الآثار للإنسان مثلا هو الوجود للماهية، هكذا. هو الوجود للماهية، فالإنسان حينما يأكل ويشرب ويتحرك ويفكر فإنما يقوم بكل ذلك بوجوده الخارجي لا بماهيته. الماهية إذن الماهية أمر اعتباري، الاعتبار يعني الشكل الذهني، تسمى هذه ماهية يعني تصورات. فالوجود خارجي حقيقي، والماهية أمر اعتباري يعني تصورات. تجدر الإشارة إلى أن الفلاسفة المشائيين ذهبوا يعني ارتأوا إلى أصالة الوجود واعتبارات الماهية، وفي طليعتهم أبو علي بن سينا، وقد تبلور رأيهم وتعززت أركانه بقوة في عهد الملا صدرا، حيث أقام عليه حججه الساطعة وبراهينه القاطعة. وعلى خلافهم ذهب يعني ارتأى الإشراقيون إلى القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. وكان في طليعة هؤلاء شيخ الإشراق السهروردي، هكذا. تشكيك الوجود، نختار حتى نكمل المطلب. تشكيك عنوان آخر، تشكك الوجود وتعدد الماهية. تشكك الوجود، تشكك يعني مثل البياض، السواد. البياض مشكك يعني له شدة وضعف. فالبياض عندنا بياض الورقة يختلف عن بياض الثلج، بياض الثلج يختلف عن بياض القطن، وهكذا. تشكك الوجود وتعدد الماهية. تعدد الماهية يعني إنسان، حيوان، جماد، نبات. التعدد يعني اختلاف. فتشكك الوجود يعني أنت موجود وأنا موجود والقلم موجود والحيوان موجود والنبات موجود، لكن مشككة يعني لها رتب في الوجودات. يعني مثلا إذا جلس شخص بجانب شخص، هل يعني أن هذا نفس هذا؟ مع العلم هذا موجود وهذا موجود. يقول لا، وإن كان موجود لكن هذا له رتبة وهذا له رتبة. قال إن أحدى الفروق التي يمكن الوقوف عليها في مجال تمييز الماهية عن الوجود هو أن الماهية تختلف وتتعدد باختلاف الأشياء، إنسان، حيوان، جماد، نبات. فماهية الإنسان الماهية يعني الحقيقة، هذا وجود وهذا وجود، هذا قلم وهذا كتاب. ماهية يعني حقيقة الكتاب نفس ماهية القلم؟ لا، أنا موجود والكتاب موجود. ماهية الكتاب نفس ماهية حسين؟ لا، هذا ماهية وهذا ماهية وهذا ماهية. قال إن أحدى الفروق التي يمكن الوقوف عليها في مجال تمييز الماهية ما هو عن الوجود، الوجود قلنا بشكل عام، هو أن الماهية ما هو تختلف وتتعدد باختلاف الأشياء، إنسان، حيوان، جماد، نبات. فماهية يعني حقيقة، فماهية الإنسان تختلف عن ماهية الشجر، وهما يعني الإنسان والشجر يختلفان عن ماهية الحجر، عن ماهية القلم. بينما الوجود الكل موجود، بينما الوجود في كل الأشياء واحد مهما تكاثرت وتعددت. هذا موجود وأنا موجود والكتاب موجود والأسد موجود والله تعالى موجود، كلها موجودات، لكن الاختلاف في الماهية. قال بينما الوجود في كل الأشياء واحد مهما تكاثرت وتعددت، إلا أنه يعني الوجود قد يختلف شدة وضعف. يعني وجود هذا الكتاب نفس وجودي، يعني أبين
أنا أوضح له الكتاب، أني أكثر وجودا أم الجبل مثلا، أم الغزال مثلا، أنا مثلا موجود مثلا، أو الله تعالى أكثر وجودا يعني. فلذلك استدلنا على وجود الله عز وجل. كل شيء في الوجود يدل على وجود الله تعالى، فوجوده نحن نقول من باب التقريب، فنقول مثلا الله تعالى موجود والأشياء موجودة، هذا من باب التقريب. الله تعالى كل الموجودات تدل عليه في كل شيء دلالة على أنه واحد، في كل شيء، في كل شيء وجود الله تعالى، فالموجودات كلها أثر الله تعالى، فوجود الله تعالى ظاهر في كل شيء. إذا قلنا هكذا، فالكتاب موجود والقلم موجود والإنسان موجود والله تعالى موجود، لكن من أعلى رتبة؟ يعني من أعلى وجودا؟ الله تعالى. هذا نقول من أعلى يعني من باب التقريب، ولو لا مقايسة. من أظهر؟ الله تعالى تجلى لخلقه، الله تعالى تجلى لخلقه ولكنهم لا يعلمون. فيقول هنا بينما الوجود في كل الأشياء واحد مهما تكاثرت وتعددت، إلا أنه يعني الوجود قد يختلف شدة وضعف من موجود يعني الله تعالى إلى آخر، الإنسان، الحيوان، الجماد، النبات. فنور الشمعة أضعف من نور المصباح، مع العلم كلاهما موجود، ونور المصباح أضعف من نور الشمس، مع العلم كلاهما موجود. وهكذا فإن الوجود يبدأ بأضعف موجود وهو الإنسان، وينتهي بأكمل موجود وهو الله تعالى. تجلى الله لخلقه، وهو الله جل اسمه على مكانه، ألا أن الوجود واحد. وبما أسلفنا يظهر أن الماهية تحدد، شوف، تحدد يعني الماهية تحدد يعني تجعل لها أطر مثلا وصفات تشخص، يعني أن الماهية تحدد حقائق الأشياء، إنسان أو حيوان جماد. الماهية تحقق، هذا موجود، ماهيته الماهية تحدد تشخصه. وبما أسلفنا يظهر أن الماهية تحدد حقائق الأشياء وتميز بعضها، شوف، عن البعض الآخر. الماهية تميز الحقائق، الماهية تميز الموجودات بصفاتها. شوف، الماهية هذا قلم جماد وهذا إنسان متحرك، فالوجود نفس الوجود، لكن الماهية ما هو تميز الموجودات بعضها عن بعض، هكذا. قال وبما أسلفنا يظهر أن الماهية تحدد يعني تشخص، يعني تجعل الوجود له إطار وسمات وصفات، حقائق الأشياء يعني إنسان وجماد ونبات والله تعالى، وتميز بعضها يعني تميز الماهية الموجودات بعضها عن بعض الآخر بالصفات. مثلا تقول مثلا ما الأسد، تقول حيوان زائر، ما الحصان حيوان صائل، ما الحمار تقول حيوان ناهر، ما الإنسان تقول حيوان ناطق، هكذا. فعندنا وجودات وعندنا ماهيات، فالماهيات تميز الموجودات، هكذا تشخص الموجودات، تجعل لها أطر سمات. الماهية تجعل للموجودات أطر وسمات بعد اتحادها في الوجود، هذه الموجودات. فلولا الماهية لما يتحقق التشخيص يعني والتشخيص في الموجودات. شوف، الماهية يعني ما هو الكل، فكلها موجودات، لكن الماهية تميز الموجودات ولم تتضح حقائقها. ومن أجل معرفة الفارق بين الوجود والماهية تصور أن الوجود عجينة الوجود عجينة أو طينة، مثلا عجينة أو طينة أو أي شيء، سمنت مثلا، عجينة أو طينة.
وضعناها في قوالب مختلفة، هذا الوجود، فإنها تتشخص بحسب القوالب التي صبت فيها. عندك عجينة مثلا طين اصطناعي تخليه بقوالب مربع، دائرة، مثلث، مجسم، فيظهر هذا الطين الاصطناعي عندما نضعه في قوالب، القوالب تشخص الماهية، الوجودات، الماهية، القوالب يعني الماهية تشخص هاي الوجودات. الطين الاصطناعي شخصتها فأفرزتها، القوالب حددت ورسمت وأعطت ووصفت وميزت الموجودات، هذا مربع، هذا مثلث، هذا دائري، هذا مجسم، وهكذا. الموجود واحد هو طين اصطناعي، لكن القوالب ميزته، فالقوالب هي الماهية. قال: ومن أجل معرفة الفارق بين الوجود والماهية، تصور أن الوجود عجينة أو طين اصطناعي وضعناها في قوالب مختلفة، مربع، دائري، مجسم، فإنها يعني الطينة حينما وضعناها في القوالب تتشخص، يعني تتشخص يعني تعرف، تتسم بحسب القوالب التي صبت فيها، مربع، دائرة، مجسم، فتكون اسطوانية أو مكعبة أو مخروطية أو دائرة أو مربعة أو مثلثة. فالعجينة بمثابة الوجود، يعني واحدة لا تتغير ولا تتبدل. شوف، العجينة يعني واحدة لا تتغير ولا تتبدل، فهي حقيقة واحدة. فالعجينة بمثابة الوجود المتحد في الجميع. شوف، هذا مثال. العجينة يعني الوجودات المتحدة في الوجود. طيب، والقوالب يعني الأشكال، الدائرة والمربع والمخروطي، والقوالب بمثابة الماهيات المختلفة فيما بينها بحسب اختلاف مواردها ومشخصاتها. فوصلنا إلى نهاية المطاف أن في اختلاف الماهية والوجود، الوجودات حقيقية وواحدة، ولكن الماهية تشخص وتعطي سمات الموجودات، تقول هذا حيوان صاهل، هذا زائر، هكذا. فالماهية تشخص الموجودات. تقسيمات الوجود غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.